مبارك للسيد أحمد الشرع رئيسا لسوريا، ومبارك على سوريا أحمد الشرع رئيسا لها. نقول لك ما قاله الشيخ الفاضل محمد متولي الشعراوي رحمه الله في حضرة الرئيس المصري حين قال: إني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها، حكومة، معارضة، رجالا وشعبا. أريد منهم أن يعلموا أن الملك بيد الله، يؤتيه من يشاء، فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه. الملك حين ينزله الله فإنه يؤتي الملك لمن يشاء، لا تآمر على الله الملك ولا كيد لله في حكم، لأنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله، فإن كان عادلا فقد نفع بعدله، وإن كان جائرا ظالما بشع الظلم وقبحه في نفوس كل الناس، فيكرهون كل ظالم ولو لم يكن حاكما. ولذلك أقول للقوم جميعا: إننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلامه بما جاء من الأحداث، فكيف كنا نفكر في قول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، وكيف كنا نفسر: إنهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا. الله يريد أن يثبت قوميته على خلقه، فأنا أنصح كل من يجول برأسه أن يكون حاكما بألا تطلبه، بل يجب أن تطلب له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. يا سيادة الرئيس، آخر ما أحب أن أقوله لك، ولعل هذا يكون آخر لقاء لي بك، إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على ما تتحمل.